هيا معي يا أحبائي في رحلة إلى عالم الحكاية. حكاية نملة كريمة وجارتها الشحيحة. في قديم الزمان حين كانت الغابات ممتدة بلا نهاية، وكانت الأشجار شامخة كأنها أعمدة السماء، كانت قبيلة من نمل تسكن عند جذع شجرة عظيمة من طرف واد. وكان النمل يعيش في نظام دقيق لا, يتخ... لا يختل فيه ميزان العمل ولا يضيع فيه جهد أحد. وكانوا يخرجون مع بزوغ الشمس، يجمعون الحبوب ويكدون في حملها إلى حجورهم صغيرة، ثم يعودون عند غروب ليستريحون في دفء مساكنهم. في إحدى الأعوام جاء فصل الشتاء قاسيا، لم تعرف الأرض مثله من قبل، فقد هطلت الأمطار بغزارة متواصلة حتى غمرت الوادي، وسقطت الأوراق الأشجار وتكسرت الأغصان، واشتد البرد حتى صار الهواء يلسع الأجساد الصغيرة كالسياط. فهرعت الأسراب النمل إلى حجورها الضيقة تختبئ من المطر من البرد، ولم يجرؤ أحدا على الخروج أياما طويلة. في حجر صغير مظلم كانت تعيش نملة اسمها ليلى مع بناتها الثلاث الصغيرات، وكانت فقيرة قليلة الزاد، فلم يكن في بيتها إلا بعض الفتاة التي سرعان ما نفذ، ومع طول المطر اشتد الجوع، وبدأت بطون الصغيرات تقرقر وعيونهن تدمع من الألم. فجلست الأم تحاول أن تهدأهن بكلمات رقيقة، لكنها كانت تشعر أن قلبها يتمزق وهي ترى صغارها يتضرعون جوعا. فقالت في نفسها: لن أترك بناتي يمتن جوعا، سأذهب إلى جارتي سعاد فلعلها ترأف بنا وتعطينا شيئا من طعامها. خرجت ليلى تحت المطر والبرد وهي تحمل هم بناتها في قلبها، حتى وصلت إلى حجر جارتها سعاد المعروفة بين النمل بشدة حرصها على طعامها وبخلها في العطاء. طرقت الباب بخجل، فخرجت سعاد وقالت بصوت بارد: ما بالك يا جارة في هذا المطر؟ قالت ليلى بصوت مرتجف: نفذ طعامي وبناتي يتضرعون جوعا، هل أعطيتنا بعض الحبوب أو فتاة؟ تردت سعاد لحظة ثم قالت كذبا: يا أختي، لقد نفذ طعامي أنا أيضا، وليس عندي إلا القليل الذي لا يكفيني. لكن الحقيقة أن سعاد كانت تخفي من دهاليز بيتها أكواما من القمح والذرة، وقد قالت في نفسها بخبث من يدري: لعل المطر يطول والجوع يعم، فأبقى أنا وحدي ناجية بما أدخرته. عادت ليلى إلى بيتها حزينة، لكنها لم تيأس. جلست عند الباب حجرها ورفعت يدها الصغيرة نحو السماء وقالت: يا رب، أنت تعلم ضعفي وحاجتي، فأرزقني أنا وبناتي من فضلك العظيم. وما هي إلا لحظات التي انقشعت الغيوم، خرجت أشعة الشمس دافئة، وبينما كانت ليلى تمشي أمام بيتها ووجدت سنبلة كبيرة من القمح ألقتها الريح كأنها هدية من السماء، ففرحت وبكت شكرا لله، وحملت السنبلة مع بناتها وأكلهن
منها وشبعت، وخبأنا الباقي في مخزن صغير. وبعد يومين عاد المطر أشد من قبل، ولم يعد أحد من النمل قادر على الخروج. قالت سعاد وهي تبتسم بثقة: لا بأس، عندي طعام يكفيني شهر. فتحت دهاليز طعامها فإذا برائحة عفن غريبة تفوح منه. نظرت بدهشة فإذا بكل مخزونها قد فسد وتعفن. جلست مذهولة لا تصدق ما ترى، وأدركت أن ذلك عقوبة على بخلها وجعشها. مضت الأيام واشتد الجوع حتى لم تجد. بدأت من الذهاب إلى جارتها ليلى. طرقت الباب بخجل وقالت بصوت مرتجف: يا جارتي، جوعي كاد يقتلني، هل أعطيتني مما رزقك الله؟ ابتسمت ليلى وقالت بلطف: يا غلبة الدفء، أهلا بك. لقد أوصينا رسول الله بالإحسان إلى الجار. لن أد لن أردك، فالله أكرمني لأكرمك. طعامتها من رزقها وقسمت معها ما عندها دون من ولا تذكير. ومنذ ذلك اليوم تغيرت سعاد وتابت من شحها، وأصبحت تصدق بنصف ما جمعه من طعام، وتقول لبناتها: تعلمت أن الرزق لا يحفظ بالبخل بل بالكرم، وأن من يمنع الخير عن غيره يمنع عنه حين يحتاجه. ومع مرور الأعوام صارت سعاد مثلا للعطاء في القبيلة، وصارت ليلى رمز للصبر والإيمان. وكان النمل يروي قصتهما جيلا بعد جيل ليعلم أبنائهم أن الكرم لا ينقص الرزق بل يزيده، وأن الرحمة لا تعطيها اليوم قد يكون هي التي تنقذك غدا. هذه عبرة يا أحبائي، هذه حكاية ليست كحكايات، بل هي درس عظيم لنا نحن بني البشر. فكم من إنسان يظن أن المال والطعام يحفظ بالبخل، فإذا به يضيع بين أيديه. وكم من كريم أعطى فبارك الله له في رزقه، فكم من رحيل يغيرك أحسن. إلى جارك وأشارك من حولك بما تستطيعين، فأنك لا تدري متى تحتاج أنت إلى رحمة أو عون من أحد. هذه قصة يا أحبائنا الكرام تذكيرا بفضل الكرم والإحسان، ولعل أن تكون لك صدقة جارية أو بكلمة طيبة. أحبائنا الكرام، هذه قصة ولها عبرة. لكل من تابع فيديو تاعي نقول لكم شكرا لكم على حسن متابعة لفيديو أو لقناتي، وشكرا على التعليق تاعكم. نلقاكم في فيديوهات واحدة أخرين إن شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.